يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من اخر فيديو انا نزلته. شكرا جدا على وجودكم في حياتي. النهارده بقى هعمل من احسن والذ الوصفات اللي انا بحبها وبتطلب مني كتير جدا. قبل ما ندخل في الوصفه ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتكتبي لي كومنت حلو منك يشجعني ان انا انزل وصفات اكتر. معايا بطاطسايه كبيره وبصلايه، وطبعا الكميه على حسب رغبتك انت وعلى حسب عدد افراد الاسره. طبعا انت ادرى باهل بيتك بياكلوا قد ايه، فكل واحد بقى يعمل الكمية اللي هو عايزها. المهم قشرتهم كويس وغسلتهم كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا اقطعهم بقى مكعبات او صوابع. انا حبيت ان انا اقطعها صوابع سميكة شوية. لو عندك فلفل رومي او فلفل الوان حطيه برضو بيدي نكهة حلوة قوي. انا بصراحة ما كانش عندي فاشتغلت بالمكونات الموجودة عندي. فبصراحة ما بحبش اوقف نفسي على مكون معين، لو ما لقيتش مكون معين مش موجود وحاسه اللي هو مش اساسي يعني في الوصفه اكيد مش هحطه وهشتغل ببقيه المكونات. قطعت بقى البطاطس صوابع، والبصل كمان هقطعه جوانح بالشكل ده علشان يبقى باين كده ويبقى مسكر وجميل. انا بحب البصل يبقى باين في الاكل وبيديله نكهه حلوه قوي، بيبقى مسكر وحلو قوي بجد. المهم بقى هفرط كده البصل من بعضه وهوزعه هو والبطاطس، وهجيب طماطمايه وهقطعها قطع كبيرة، مش هقطعها قطع صغيرة، هقطعها حلقات. مع كده هقسمها نصين وهوزعها في الطاجن. هبهر بقى الخضار اللي عندي بملح وفلفل وكمون وتوم بودر وبصل بودر وفصين توم مفرومين، وهقلب كل ده مع بعض. وهحط عليه زيت زيتون، مش هحط سمنة ولا اي زيت عادي، حبيت اللي انا احط عليه زيت زيتون. انت طبعا حطي المتوفر عندك، في ناس بتحبها بالسمنة وفي ناس بتحبها بالزيت. المهم هقلب كل ده مع بعض عشان اتأكد ان التوابل اتوزعت كويس. ادخلها الفرن لمدة ربع ساعة مش اكتر، عشان انا عايزة البطاطس يدوب تدخل في السوا وتستوي سوا كامل، عشان لما اجي احط عليها اللحمة المفرومة ما تتهريش. المهم بقى جبت لحمة مفرومة وحطيت فيها التوابل بتاعتي، اي توابل انت بتحبيها حطي. انا حطيت سماق، بحب السماق جدا في اللحوم، وحطيت فلفل وملح وكمون وبهارات وثوم بودر وبصل بودر، وقلبت كل ده مع بعض وصفيت البصل من المية بتاعته. وابتديت بقى ان انا اقلب كل ده مع بعض واصبعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهدخلها الفرن لحد ما الكفتة تستوي والبطاطس تكمل السوا بتاعها. لكن مش هولع عليها الشواية، الخطوة دي هخليها الأخيرة بعد ما احط الصوص بتاعها. هنعمل بقى الصوص، هجيب طحينة وهعمل سلطة طحينة عادي خالص، هحط خل وليمون وكمون وملح، وهقلبها بقى كده. انا عايزاها خفيفة عن المعتاد، عن ما بتعمليها يعني في كل مرة لازم تبقى خفيفة. وهستنى لما الكفتة تنزل الصوص بتاعها، هنزل بقى بالصوص بتاع الكفتة والخضار على الطحينة وهخففها بالصوص بتاع الكفتة. ما تستغربوش بجد، الوصفة دي طعمها خطير خطير خطير، وانتوا هتدمنوها زي ما انا يعني ادمنتها كده. بجد بتبقى طعمها حلو قوي. بصوا نزلت الصوص بتاعها، انا هاخد بقى كل البهاريز دي كلها وهخفف بيها الطحينة، وهقلب كل ده مع بعض. يعني هقلب الصوص كده بالطحينة. عايزة اقول لكم ان الريحة كانت خطيرة خطيرة خطيرة. وهنزل بقى بالصوص ده كله على الخضار والكفتة اللي احنا عاملينها، وزعيها كده كويس جدا، لازم توزعي في الطاجن كله. ودخليها بقى في الفرن، ولعي عليها الشواية تاخد كده تحميرة ولون حلو من فوق الوش، وبس كده تكون جاهزة معاكي. وبجد طعمها والريحة خطيرة، تحفة تحفة تحفة. ممكن تاكليها بقى بطريقتين، ممكن تاكليها برز ابيض او برز بالشعرية او بعيش كده سخن حلو. انا حبيتها بصراحة بالعيش، يعني بالعيش حسيتها اللي هي طعمها احلى والذ. لكن في ناس بتحب الرز عامة فكليها بالرز برضو مش هتقول لا. وزعت عليها بقى بقدونس كده من فوق الوش، وبس كده والف هنا. بجد كانت طعمها تحفة، انا نفسي ادوقها لكم او حتى على الاقل اشمم لكم الريحة. بجد طعمها خطير. هنا بقى انا كنت بطمن عليها وما كنتش قادرة اقاوم اللي انا استنى. خدت بقى كده الصوص بتاعها والخضار مع البطاطس والبصل والطماطم، بجد طعمهم احلى اصلا من الكفتة نفسها. عايزة بس اقول لكم ان اي وصفة انا بنزلها بتكون من شهادة يعني كل اللي بيدوقها وبيقعدوا يشكروني فيها وبيبقوا حابينها، فعلشان كده انا بنزل لكم كل الوصفات على ثقة وبتكون متجربة.
شايفين الصوص والخضار بجد دايب كده وطعمه مسكر وجميل، والطحينة مديالها تست رائع بجد، طعمها خطير خطير خطير. وانا بجد متحفزة اوي اللي انتوا تجربوها، وهستنى رأيكم في الكومنت، بجد هتعجبكم جدا. انا جربتها بالرز وجربتها بالعيش، بس انا حبيتها اكتر بالعيش، وفي ناس حبيتها اكتر بالرز، فدي بتبقى اذواق. جربي دوت وجربي ده واختاري اللي انت عايزاه. بس كده دي تكون وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنت. باي باي.